أولا، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فاعرف مقامك عند الناس. إن مخاتير دير البلح ولجان إصلاح دير البلح يفعلون الخير ومقامهم كبير عند الله، حيث أنهم يسعون في كل مجال، في مجالات الصلح بين الناس، في مجال إصلاح ذات البين. وما أدراك ما هذا المقام الذي هو خير من الصلاة والصيام والصدقة، فإن إصلاح ذات البين تصلح بين الناس وتذهب البغضاء. فهؤلاء رجالات الوطن هم بذرة ونواة في المنطقة الوسطى، انتشروا عبر قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، يكرمون المخاتير ويكرمون رجال الإصلاح ويفعلون الخير ويبرزون كل من يفعل الخير لأجل الله، فهم عملهم خالص لوجه الله. فاليوم في غزة، واليوم في جباليا، واليوم في المنطقة الوسطى، وفي رفح، وفي خان يونس، فإنهم يجوبون القطاع تكريما لرجال الإصلاح، تكريما لرجال الخير، فهم يستحقون ذلك. بداية بنوجه بالتحية إلى مخاتير المحافظة الوسطى دير البلح، هؤلاء الرجال الذين ما زالوا يقدمون كل يوم جديد، كل يوم عطاء، كل يوم امتياز، وكل يوم تميز على مستوى المحافظة وعلى مستوى قطاع غزة. يقومون بالمساعدة الناس، يقومون بإصلاح بين ذات البين، يقومون بكل الأعمال الخيرة والأعمال الإنسانية التي تخدم أبناء شعبنا. كل التحية وكل التقدير لمخاتير المحافظة الوسطى دير البلح، هؤلاء الرجال الذين الكثير لا يعرف عنهم شيئا، الكثير من أبناء شعبنا لا يعلم عما يقدموه وعما يفعلوه لأبناء شعبنا. في شهر رمضان الماضي قدموا الكثير من المساعدات والمنح للأسر الفقيرة والأسر المستورة، دفعوا الكثير لكي يعيدوا إعمار بعض البيوت التي تم تدميرها أو التي تعرضت لكوارث كالحرق أو شيء من هذا القبيل. قدموا المساعدة لهؤلاء الناس، دفعوا من أموالهم وطلبوا المساعدة من الخيرين من أبناء شعبنا، وهذا الخير ما زال الكثير موجود بين أبناء شعبنا. هؤلاء يقومون بكل الأفعال الحسنة وبكل الأفعال الإنسانية وبكل الأفعال الخيرة ليزيدوا من محبتهم لشعبهم ومن محبة شعبهم لهم. إن المخاتير أصبح اليوم دورهم أساسي ليس فقط الإصلاح، إنما لهم دور اجتماعي، وهذا الدور الاجتماعي أصبح مهما على المستوى شعبنا الفلسطيني في ظل الأوضاع الاجتماعية والأوضاع المعيشية والأوضاع الاقتصادية اللي بعيشها أبناء شعبنا في وضع الكوارث ووضع البيئة الاجتماعية التي نحيا فيها. لذلك أصبح مخاتير المحافظة الوسطى دير البلح لهم صوت عالي، هذا الصوت نقدره، هذا الصوت نحترمه، هذه الأيدي البيضاء، الأيدي الخيرة نقدرها ونكرمها وتستحق كل خير وكل تكريم. بدي أتكلم عن الوسطى كلها، مش عن منطقة دير البلح لحالها. الوسطى كلها 8 لجان، 4 لجان، القطاع كله 8 لجان، 8 مخيمات، الوسطى 4 لجان، يعني نص القطاع. الوسطى نص القطاع، دير البلح، المغازي، النصيرات، البريج، مع أبو هولي وأبو مغاصيب. وهذا الأمانة وللتاريخ، التاريخ بيشهد لهم منذ الانتفاضة الأولى وحتى هذه اللحظة لم يكنوا وبيشتغلوا وجه الله تعالى. وكل التسميات الآن عشائر فتح وعشائر حماس ورابطة علماء فلسطين واللجنة الوطنية، كلنا كنا نعمل تحت لواء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح منذ بداية الانتفاضة الأولى، نلبس الجلابية البيضاء لدرجة أنهم سمونا الفهد الأبيض. كان هناك فهد أسود عسكري، إحنا الفهد الأبيض في الوسطى كلها. دير البلح بمخاتيرها اللي ماتوا واللي حاضرين، البريج، النصيرات، البريج، دير البلح. يشهد لنا التاريخ، نعمل في ظل انتفاضة، في ظل احتلال، في غياب سلطة وطنية كانت غايبة، في ظل غياب قانون. اشتغلت المنطقة الوسطى، المحافظة الوسطى بأمان بجد لوجه الله تعالى. لم نتقاضى من أحد أي شيء إلا أن أجت السلطة الوطنية وصار في هناك تسميات كثيرة وأنا أمقت كل التسميات. إحنا في الآخر لجنة إصلاح وطنية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية اللي بيرأسها فخامة الرئيس محمود عباس.
وما زلنا نحترم الرئيس ونحترم السلطة الوطنية الفلسطينية وأمقت كل التسميات. أول خطوة لإعادة الاعتبار الدور العشائري اللي هو أساس المجتمع الفلسطيني، الدور العشائري، وعملت خلق حالة توازن ما بين الحالة الفصائلية والحالة العشائرية. والآن مطلوب من كل إخواننا في المخاتير أنهم يبدأوا في رد أخذ دورهم في إنهاء الانقسام وإعادة لحمة الوطن والمصالحة المجتمعية. تبدأ من هنا، تبدأ منهم هم، من إخواننا المخاتير. زي ما حافظوا على مجتمعنا ونسيج مجتمعنا من 48 حتى يومنا هذا، مطلوب منهم أنهم يعيدوا مرة أخرى اتجاه البوصلة إلى فلسطين الحقيقية، لأن أول خطوة من تحرير فلسطين هي إعادة هذا الانقسام، إنهاء هذا الانقسام. وبارك الله فيكم. والصوت الجامع، الصوت الذي يجب أن يكون في كل مجتمعات شعبنا الفلسطيني. المجتمع الفلسطيني بحاجة إلى إصلاح ذات البين، بعيدا عن القانون، بعيدا عن القضاء، بعيدا عن كل هذه الأمور. فقط يبقى الشعب الفلسطيني وحدويا، مجتمعه نسيجه عائليا. هذا الأمر يعني يحتم علينا أن يكون المخاتير ذو قوة وبنيان وبنان، لأنهم مخاتير يجمعون عوائلهم وعائلاتهم مع بعضهم البعض، وهناك كبار العوائل يقومون بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية أو القضاء، وهذا الأمر كان واجب من المخاتير أن يقوموا به. ونحن كإعلام نغطي بما يمليه علينا ضميرنا وبما يمليه علينا مجتمعنا الفلسطيني في هذا الأمر. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن مخاتير فلسطين ومخاتير قطاع غزة وهذا التكريم هو ترابط نسيجي وطني اجتماعي فلسطيني سيبقى متاحا إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني. وهذا ما يدفع بالطمأنينة لكل أبناء شعبنا أن يكونوا على ثقة بأن هناك إصلاح ذات البين وذات الخواطر التي موجودة بينهم. هذا بالنسبة لي يعني الكثير والكثير. أنت تعرف أن المخاتير هم صمام الأمان في المجتمع، وهم الفئة الوحيدة الذين يعملون على الساحة، وكاد أن أقول أنهم غضوا على القيادة العسكرية والسياسية في الوطن وحملين هموم الناس. لهذا بالنسبة للأخ المختار أبو عبد الله الشافعي رجل مميز، رجل يعطي، رجل يخدم، ومن وأقل واجب اتجاه هذا الرجل العظيم أن نشكره وأن نكرمه ونقول له إلى الأمام يا مختار. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. للأمانة أنا سعيد بهالفكرة اللي قاموا فيها مخاتير المنطقة الوسطى ونابع من الأعماق من إخواني في دير البلح الكرام، اللجنة المحترمة بقيادة أخونا المصور الإعلامي العظيم زياد عوض وإخوانه اللي معاه. الفكرة قامت أول ما توجهوا في المنطقة إلى شخصيات من دير البلح والأخوك المختار أبو رائد درويش بتكريمه، ونبعت كل يوم في منطقة. هذا وفاء لرجال الإصلاح. رجال الإصلاح هم سمام الأمام بعد تقوى الله. شايف ناس يخاف الله أولا وآخر، شعارهم لله ثم الوطن ثم الشعب ثم إصلاح ده. يعني كل وقتنا بنفديه لأجل ديننا وشعبنا في إصلاح ذات البين. لا ننام ولا يهدى بالنا ونشوف جارنا أو أي واحد عنده مشكلة وننام. أسعد إنسان، أسعد ناس احنا يا رجال الإصلاح، كل الطفات أهل الإصلاح لما يحلوا مشكلة بناموا سعدين. وإحنا فخورين للأمانة اليوم في البيت العامر في بيت أخونا المختار أبو عبد الله الشافعي وعائلة الشافعي الكرام أمين سر لجنة الإصلاح الوطنية في النصيرات. شايف نكرم رجل من رجال فلسطين، من رجال فلسطين يشهد له التاريخ ويشهد له العائلة. حاجة احنا بنشكر مخاتير ورجال الإصلاح الوسطى جميعا، وبالأخص والذكر مخاتير دير البلح على هذا المجهود الطيب الذي نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يستمر لجهودهم الطيبة. وهذه مشاعر طيبة جدا، وهذه بتؤدي إلى اللحمة والترابط بين رجال الإصلاح ومخاتير بصفة عامة في دير البلح وقطاع غزة. مشكور محمد. دور المخاتير في ظل الظروف الصعبة اللي بيعيشها شعبنا الفلسطيني هو دور رجل الدفاع المدني، رجل الإطفاء في إطفاء الكثير من المشاكل بين الناس. ولولا دورهم ولولا وجودهم لكان الأمر لاختلف الأمر. الحقيقة أنه جهودهم دائما مقدرة ومثمنة من شعبهم، وبنشد على أيديهم وبنقول استمروا في عطائكم
حقيقة يعني دورهم مثمن، لازم يعني ياخذوا دورهم حكوميا ويتم الاهتمام بأمرهم حكوميا وشعبيا، والشعب نقدر رجال الإصلاح دورهم ونقدر دورهم، والأهم أنه الحكومة تعطيهم دور أكثر حتى يساعدوا رجال الشرطة في حل كثير من المشاكل. الصحيح نقدم كل التحية لهؤلاء الجنود المجهولين حقا الذين يقومون بأرقى الأعمال. في الفترة السابقة رأينا بأن هناك عمل حقيقي وعمل رائع وعمل مثابر من هذه اللجنة بالذات. فهذه اللجنة تصل الأسر ببعضها البعض وتقوم بحل الكثير من النزاعات الأهلية، وتقوم بالزيارات تلو الزيارة لتثبيت العلاقات الأخوية والمحبة بين أبناء الشعب الفلسطيني. هذه اللجنة، لجنة الإصلاح في منطقة الوسطى، كمفوض للدائرة الاجتماعية ومفوض لدائرة الإصلاح والعشائر، أنا أقدم لهم الشكر، أقدم لهم الامتنان على هذا العمل الرائع الذين يقومون به. باسمي شخصيا أبو نفل العطار، باسم مخدير دير البلح المنطقة الوسطى ومن لجان الإصلاح، نتقدم بالشكر الجزيل لأبو عبد الله الشافعي والإخوان المصورين على هذه الاحتفال والتكريم من جانب أخونا أبو تامر. وإن شاء الله إحنا على طريق الإصلاح ندعو قادتنا في حماس وفتح للوحدة العاجلة وفكنا من الحصار اللي احنا فيه من التفرق، ندعوهم إلى الاتفاق والوحدة الوطنية، لأن الوحدة أقوى لنا من التفرق. نعم، وشكرا. مخاتير دير البلح هم العمود الفقري للدولة الفلسطينية، لأنهم قائمين بأكثر من 60% من أعباء الوطن، وأنهم حالين مشاكل كثير جدا، رافعين عن السلطة كثير من الهموم، وأن فيهم يعني أنا من كل الشكر للإخوان في لجنة دير البلح، لأنهم للأمانة الإخوان من المعطيين، الأخ أبو تامر والأخ أبو هيثم والأخ زياد عوض المصورنا الفاضل، يعني هذول من خيرة الشباب ومن خيرة رجال الإصلاح والمخاتير في المنطقة الوسطى للأمانة، ما لا أزكى عليهم أحد. ولا ننسى أخونا كمان أبو خالد، يعني هو دائما كمان ماشي في هذا التيار، تيار المسيرة، تيار الإصلاح بين الناس. هذا التكريم سيزيد في تعاملك مع الناس؟ الحمد لله تعالى سيزيد أكثر وأكثر وأكثر، عندما أرى الناس الطيبة والمخاتير والوجهاء، وجهاء البلد جايين يكرموني، حكون يعني أنا سعيد جدا وكون عندي انطلاق أكثر وأكثر وأكثر إلى الصلح بين الناس. حبيبي بارك الله فيك.